السلام عليكم. النهارده هنعمل كيكة الشوكولاتة هشة وطرية وطعمها جميل. هندخل في المكونات على طول. هنجيب خلاط وهننزل فيه ب3 بيضات ورش فانيليا ومعلقة خل عشان الخل بيخليها هشة، وهنضرب المكونات مع بعض كويس. انا هضرب كل مكون لوحده، انا بحس كده افضل. هحط كوب سكر، لو انت عايزه تزودي السكر مفيش مشكله. وبعد كده هحط نص كوبايه كاكاو واقلب برضو كويس. وبعد كده هحط كوب الا ربع زيت وهضرب برضو المكونات دي كويس. هنيجي المكونات الجافة 3 كوبايات دقيق هنخلهم كويس. وبعد كده هحط كيس بيكنج باودر ورشة ملح، وهحط معلقتين نشا، وده اختياري بس انا بحسها بتخلي كيكه افضل. وهقلب المكونات الجافة كويس. وبعد كده هنزل عليها بالخليط. هكون مجهزة كوب الا ربع لبن دافي هحطه على النار. وبعد كده هبتدي ان انا اضيفه للخليط بعد ما احط الكمية بتاعتي كلها، وهفضل اقلب كويس لغاية ما القوام يتجانس معايا يبقى القوام المناسب. بعد كده هشغل الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس. هنشغلها من فوق اخر مثلا دقيقتين تاخد وش. هفضل اقلب زي ما انتوا شايفين لغاية ما اوصل للقوام المناسب. كده الخليط جاهز معانا، وابتدي انزله في الصينية وادخلها الفرن. كده بعد ما طلعنا الكيكة هبتدي بقى ان انا اختبرها واشوفها. زي ما انتوا شايفين طلعت مفيهاش اي حاجة كده، هي مستوية 100%. بعد كده هقسمها نصين وابتدي بقى ان انا اسقيها لبن، نص كوباية لبن هبتدي بقى ان انا اسقيها. وبعد كده هجيب كيسين كريم شانتيه، واكون حاطه مثلا فنجانين لبن في الفريزر، وهقلب كويس. وبعد كده بقى هضربه في المضرب الكهربائي لغايه ما القوام يتقل معانا. هنرجع للكيكه، هضيف ليها ده صوص شوكولاته عاملاه هتلاقوه على قناتي. وبعد كده هضيف ليها الكريم شانتيه وابتدي ان انا افرده كويس، واحط عليه الطبقه التانية، وابتدي بقى ان انا احط على الطبقه التانية برضو كريم شانتيه. بعد كده بنزل صوص الشوكولاته، بجيب كده عود خشب وابتدي بقى اللي اظبط الشكل، واحط عليها اللي هو الحاجات اللي بنجيبها اللي تزين الكيكه. انا حبيت احط النوع ده، ممكن تحط اي نوع تاني. جربوها تعجبكم بجد، هشه وطريه.